السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض طريقة عمل جلاش سهلة جدا وسريعة. لو حابة تعمليها دلوقتي حالا هتعمليها، مش هتاخد منك ربع ساعة. معايا لفة من الجلاش، هفردها كده وناخد ورقتين ورقتين. ومعايا شوية من السوداني فرماه كده في الكبة، فرمة صغيرة مع شوية من السكر ونص مج من الزبدة مسيحاها. ناخد كده ورقتين وندهنهم بالزبدة او بالسمنة، ونحط كده في النص سوداني ونطبق ورقة الجلاش بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفينها كده، ونرصها في صينية مدهونة بالسمنة. وهنخلص اللفة كلها بنفس الطريقة. عايزة تخليها مربعة كده تمام، عايزة تتنيها كمان تانية زي ما انا عملتها كده مفيش مشكلة. بس الطريقة دي لازم اول ما يخلص او يطلع من الفرن لازم يتاكل على طول، عشان ده لو اتساب شوية هيضطر جدا جدا، مش هيبقى احسن حاجة. ده هنا مج كده من الحليب، حطيت عليه 3 معالق كده من السكر وورقة كده من الفانيليا. نقلبهم كويس، واول ما يطلع الجلاش من الفرن نسقيه على طول باللبن. احلى حاجة بقى ان هو يتاكل كده وهو دافي كده، طعمه خطير. شوية بقى من شربات الكنافة، شوية صغيرين يعني، ما ننساش ان احنا حاطين سكر مع السوداني، ونسقيه كده تسقية بسيطة كده، طعمه هيعجبكم جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة للجلاش، والف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ياريت اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.